السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. أقوى 3 محفزات ببلاش، يعني مش هتصرف أدوية ومش هتحط علاجات ومش هتعمل أي حاجة مكلفة. هقول لك 3 محفزات، يعني أي غاوي بيعملهم أو أنت مبتدئ ركز معايا في الفيديو ده. خصوصا يا جماعة احنا خلاص بقينا في موسم الإنتاج، وبتلاقي إن ما شاء الله الحمام كله يا تحته زغاليل يا تحته حصى ما شاء الله. نبص بصة سريعا على العشوش كده، اوريك كل الحمام يا تحته زغاليل يا تحته حصى، لان احنا فعلا خلاص الشتاء ده يا جماعة بيكون فيه رزق، يعني هو موسم الرزق الحمام وموسم الخير. عندك تلاقي العشوش كلها ما شاء الله يا تحت الحمام في حصى يا زغاليل، دولت زغالين كريزليات ما شاء الله تعالى. كل ده بسبب ايه؟ محفزات بسيطة جدا احنا بنعملها مع الحمام ده. طبعا لا هي كالسيوم ولا هي فيتامينات ولا حاجات بسيطة جدا جدا. شايفين يا جماعة الزغاليل ما شاء الله؟ تطمن كده، مش تدخل العشة وخلاص او الغية وخلاص او المكان اللي بتربى فيه، لا، بص على الحمام. فكرة الحمام الحنين ده كنز. شايفين ما شاء الله؟ تدخل مع عند الحمامة تحس ان هو عايزة تضربك، يعني ما شاء الله يعني. دي حنية يا جماعة، دي حنية. دايما تختار السلالة القوية النقية اللي تربيها، مش اي حمامة تتربى عشان تاخد انتاج وربنا يرزقك بالرزق وتاخد انتاج من الحمام ده. اختار الحمامة السلالة القوية النقية للتربية. في حمام بري صغير كده يعني بلاش تربيه، يعني الناس اللي بتحب حمام البلدي اختار في البلدي في سلالة قوية. حمام التلتينات ربيها. شايفين يا جماعة ما شاء الله؟ كل الحمام يا زغاليل يا حصى بفضل الله تعالى. تدخل المكان بتبقى فرحان فرحان. ده حمام كنا محضرين تحته البيض اللي كان جاي من الاردن. الناس اللي هي متابعانا ان احنا كنا جايبين بيض من الاردن، ما شاء الله بدأت الزغاليل ان هي تفك اهيت ما شاء الله. الله اكبر. ده حمام حضان حنين، تقدر تحط تحته اي زغاليل ما شاء الله. شايفين حمام واقف لحم العيش بايض على الزغاليل. حمام بايض على الزغاليل ورايد على البيض، محضن البيض، وده لسه واقف العيش اهو. ده انتهيته اهي ذكر وانتهيته اهي، شغالين بفضل الله تعالى. كل الحمام هتلاقيه عندك كده. بسبب ايه؟ بسبب ان انت بتشتغل مع الحمام بتاعك، مش حاطط حمام وتحط الكلفة وتجري، لا، تدخل المكان تشوف الحمام محتاج ايه. ما شاء الله لسه مسوقين الزغاليل بتاعت الحمام دي ما شاء الله. بدأت النتاية برضو جابت الحصويتين وهتقعد تحضنهم بإذن الله تعالى. دي نتاية هزاز مكي ودكر ده هزاز هندي ما شاء الله. جايبين الحصويتين معمرين. ادخل واكشف على الحصى بعد 5 ايام. ما تسيبش الحصى الحمام يرقد عليه بالشهر والاتنين وخلاص، لا، ادخل اكشف على الحصى ما شاء الله. حمام لاحم العش اهو ما شاء الله. حمام لاحم العش في العش، الله اكبر ما شاء الله. زغلول لسه صغيره خالص، لسه الريش الاصفر مليان جسمها، ولاحم العش من مش عايز اقول لك 15 يوم. ما هو مش لاحم فرنساوي، لا، هزاز هندي لاحم العش ما شاء الله تعالى. الله يبارك لكل واحد في رزقه. تمام كده؟ طيب دي زواجل لسه عليها 4 ريشات، ربنا يرزقنا ويكرمنا فيهم. تمام كده؟ ده برضو زواجل لسه عليهم ريشتين، ربنا يرزقنا فيهم. هتلاقي الحمام لسه دولت ما اشتغلوش ولا مره، لسه شبابات على وش شغل ما شاء الله. استخدم معاهم ايه؟ استخدم معاهم شويه فيتامينات، اهتم بكلفتهم عشان اسرع الانتاج عندي، ما ادخلش كده الغي عندي وخلاص. دولت معاهم برضه حصوتين. حمام البهلوان يا جماعه ان شاء الله. ده الحمام يا جماعه خير، الحمام البهلوان الله اكبر. تمام كده اهوت شباب. معاه برضو الحصوتين بتوعه. والنتايه ديت من اجمل الحمام اللي انا ربيته الصراحه. بتلحم العش في العش على طول. يبقى الزغاليل معاه صغيره وتسيب الزغاليل، الذكر يهتم بالزغاليل والنتايه تهتم بالحصى وهكذا. اهو يا جماعه حمام لاحم العش في العش ما شاء الله. اهو الزغاليل اهي، والحمام خلاص مقرب يفك حصى. الزغلول ده كل شويه اقول هفطمه، اقول سيبه شويه طول مع الاهالي احسن. وفعلا كل الزغاليل لما تخليها مع الاهالي فتره اطول فده بيكون احسن. الاهالي يعني بتديه
الاكل اللي هو محتاجه بتهتم بيه. طبعا كل ما فضل الزغلول مع الاهالي كل ما فضل كل ما كان احسن. الجوز بقى النفخات دي هيوحشنا بقى، هيوحشنا الصراحه. خلاص تم البيع بفضل الله تعالى، يعني ربنا يبارك لصاحب نصيبهم، فسايبينه عندنا شويه كده، ولكن هم انباعوا بفضل الله تعالى. ده جوز حمام نفاخ من اجمل الحمام اللي ممكن ان انت تقتنيه. ده جوز زواجل، الذكر طبعا مسابق ومعاه شهايد، وديت النتائج الجميله بتاعته. طبعا يا جماعه خليني اقول لك على اول محفز انا بستخدمه مع الحمام ده. المحفز الاول يا جماعه ان انت تجهز العين المناسبه للحمام. يعني كل جوز حمام بتوفر له من عينين لتلاتة، كل جوز حمام لازم توفر له من عينين لتلات عيون. طب وايه هيفرق في ايه؟ لو انت عامل لكل فرد عين واحده بس، عمر الحمام عندك هيلحم العش في العش. لازم توفر لكل جوز حمام من عينين لتلات عيون. مهم جدا ان انت تعمل كده، وتكون العين جنب العين. الذكر هيقف في العين يخن فيها، والنتايه هتبدا ان هي تدخل العش ده، ويبداوا ان هم يجهزوا، وده محفز قوي جدا. المحفز الثاني ان انت تجهز العش للحمام. تجهيز العش ده يا جماعه من اهم الحاجات اللي انت لازم تعملها. الحمام يكون راقد في عش مع زغاليل مثلا، تبدا العش اللي جنبه تبدا ان انت تمسك شويه قش. شوف انت بقى بتحضن بايه، تبدا تمسك شويه قش وتبدا تحطهم له في العين اللي جنبه. ده محفز قوي جدا. الناس ممكن بتستهتر بالموضوع ده، ولكن محفز قوي جدا ان انت تجهز العش بايدك للحمام. الذكر بيقف في العش، تبص تلاقيه بيخن للنتايه ويقول لها ده بيتنا الجديد وده المسكن بتاعنا. مهم جدا ان انت تعمل الموضوع ده. الحاجة التانية يا جماعة، يعني مهم جدا تقدم التحديق. التحديق ده يعني لو الطيور ده ما بقاش في جسمها تحديق عمرها ما هتلحم العش. الطيور دي ما بقاش في جسمها الحاجات اللي انت محتاجاها من الطبيعة، اللي انت حرمته منها من الطبيعة، عمره ما يلحم العش في عش. فالتحديق هنا عنصر اساسي لازم بقدمه، والحاجات ديت ببلاش، الحاجات مش مكلفه. ده كالسيوم طبيعي، التحديد ده كالسيوم طبيعي لازم ان انت توفره للحمام عندك عشان تلاقي انتاج عندك. دي محفزات يا جماعه، زي ان انت بتخلي عندك اكتر من عين، بلاش يكون عين عندك عين واحده. الحاجه التانيه يكون بتجهز الحمام العش بايدك. الحاجه اللي بعد كده ان انت بتدي طبعا التحديق، بتقدم التحديق. الحاجات ديت انت مش بتصرف فيها حاجه، والحاجات دي هي اصلا الاكتر حاجه بتخلي الحمام يلحم العش في العش، بالاضافه طبعا الكلفه المتنوعه والكالسيوم والحاجات اللي احنا بنستخدمها مع الحمام. بتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويكون قدم لكم معلومه. ان شاء الله اوعدكم في فيديو قوي جدا براحه قادمه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.